انا من زمان قوي وانا واخده بالي في حوار التحرش بالرجاله او كده. انا في الاول الموضوع ما كانش في دماغي، وكان في دماغي فكره بس التحرش بالاطفال واللي كان بيحصل في الاطفال ومش عارف ايه، وان كان فعلا بيحصل تحرش للبنات والولاد الصغيرين. ايوه تدريجيا بدات اتكلم مع اصحابي الولاد في الموضوع، واخدت بالي ان هم كمان بيتعرضوا للتحرش ولا من ستات يعني بدأتي لما تتكلمي مع اصحابك وزمايلك بيريليت للموضوع وهم ايوه ده كبار. في احنا كمان بيحصل لنا كذا. ده حقيقي، وهم صغيرين كمان، في منهم كتير قوي وهم صغيرين وهم كبار. وكانت صدمه بالنسبه لي اللي حسيتها، فتحت لي باب في دماغي ان انا كنت فاكر ان وهم صغيرين بيتحرشوا من رجاله، طلع انه لا، وهم كبار وهم صغيرين كانوا بيتعرضوا للتحرش من ستات عادي. انا دي برضو جديده عليا يعني. اوكي حسيتها كان في ايوه باب بس هو يعني انتوا اتفتح. بتعملوا ايه بقى يعني؟ صح. فحسيت لو انا مش فاهمه. مم. وفي نفس الوقت انا عانيت فتره طويله قوي من فكره ان كان في ستات بيتعرضوا للتحرش وما كانوش عارفين يتكلموا، وعارفه احساس الكبت ان هم فعلا مش عارفين يتكلموا. فاشفقت عليهم صراحه، حسيت ان اللي هو انتوا ازاي قادرين انتوا تستحملوا هتمشوا المشوار بتاعنا ده كله من تاني الاول بقى. من الاول بقى خالص. فحسيت ان انا محتاجه ان انا، عشان اتاذيت من الموضوع، بس من ناحيتي انا، من ناحيه إن ايوه بنت وبتاع. ففي نفس الوقت حسيت انه في ولاد كمان تعرضت للتحرش، فهم كمان حاسين بنفس الوجع اكيد بشكل مختلف، بس مش عارفين يتكلموا. طيب انت شايفه ان احنا هنتكلم عشان نوصل لايه؟ هل عشان الناس تقتنع ان ده ممكن يكون موجود؟ عشان الناس تقتنع، وعشان يشيلوا فكره وصمه العار اللي على الراجل اللي بيتعرض للتحرش. هو بيبقى خايف يقول عشان خاطر ما يتوصمش. على فكره يعني لو جيتي كلمتي اي راجل شرقي اعتقد انه المفروض يشعر بالزهو. يعني ده انا واحده يعني ده اعتقد حقيقي، كده. بس ده حقيقي. انا اعتقد المحترمين هم اللي بيتضايقوا من ده. عايزه اقول لك لما اتكلمت مع كذا فئه من الولاد، اللي كان منهم بيقول هو حد يطول ده ما حدش اتحرش بيه، ولا واحده اتحرشت بيه قبل كده، فعشان كده يعني هو بيتكلم وهو مش فاهم، هو بيتكلم وهو مش حاسس، فبس هو بيقول كلام هو ما تعرضش للموقف عشان يعرف يعبر. بس لا، اكشلي لما كنت بتكلم مع ولاد اتعرضت للتحرش من ست او حتى من راجل، الموضوع كان فعلا بيبقى مأزمهم، وهم حاسين انهم مش مرتاحين، وحاسين انهم مش عارفين يتكلموا، ولو اتكلموا الآية هتتعكس وهي هتتبلى عليه ومش هيبقى عارف يتكلم. فالموضوع كبت قوي للراجل وبرضه عامة. في السن الصغير زي ما البنات وهم صغيرين ده حقيقي، ما بيحكوش ده اللي حقيقي، بيحصل لهم. ممكن يكون الصبيان كمان ما بيحكوش، او ده اكيد حقيقي. بيحكوش كمان لما تكون صاحبة ماما مثلا في البيت يعني. عمر ما يعني يعني ممكن تحرس من راجل، بس عمرها ما تحرس من صاحبتها مثلا. يعني ممكن بالنسبة للصبيان دايما بيكون تفكيرنا ان ما يتسابوش مع راجل غريب، لكن هو ما جاش في دماغنا حكاية يعني، او ما ما بتجيش في تتسابش دماغنا مع ست. عموما كتير يعني ده ان حقيقي. ده يحصل. طيب وبعدين قررتي تعملي عنه مشروع او بروجكت؟ كان في مرة كنت عاملة بروجكت كان بيتكلم عن التحرش بالستات. فكان فكرة البروجكت ان انا بجمع كده، بعمل فوكس جروب متكون مثلا من 18 شخص او حاجة، وبس بسألهم وبنتناقش مع بعض، وكان اغلبهم كان في سني ماشي. فكان في سؤال واحد يتيم كان بيتكلم عن التحرش بالرجالة. لقيت لك اغلب اللي في الروم فجأة كلهم بدأوا اللي هو لا لا لا، انت بتقولي ايه؟ انت ما غيري السؤال، احنا مش عايزين نجاوب على السؤال ده. الرجالة والبنات، انا اللي اتصدمت ان البنات. البنات لان جالهم احساس بالاحراج ان ممكن يكون حد من الجنس بتاعهم بيعمل كده. ولقيتهم كمان البنات بالذات كانوا عمالين بيرموا اتهامات قوي على الولد، اللي هو لا، ده لو حصل فيه كده هو اصلا مش راجل. فانا اللي هو بقيت قاعده اللي هو مش مصدقه ان دي عقليه مجتمع انا شايفه ان انا منهم، عشان هما كانوا قدي وفي نفس الجامعه ونفس الطبقه الاجتماعيه ونفس كل حاجه. بس رافضين الفكرة تماما رافضين الفكره تماما. انا من كتر ما هم رافضينها انا اتصدمت، بقيت اللي هو مش عارفه حتى اسيطر على الموقف. تعالي نتكلم كده على يعني التحرش عموما. انا مؤمنة ان مفيش ست ما تعرضتش ده للتحرش حقيقي، بشكل او باخر. ده حقيقي. يعني حتى ولو بالنظرة، حصل، ولو ما حصلش وهي صغيرة هيحصل وهي كبيرة. حصل. ايه اللي بيحصل؟ احكي لي المشاعر بتمشي ازاي؟ مش عارفه ان هي بتحس ان هي عاجزه، بتحس ان هي كأن في سلطة اكبر منها ان مع هي انها مش فاهمة، ولا ده في مرحلة ما تكون فاهمة؟ ده في مرحلة ما تكون فاهمة، وهي مش فاهمة، هي بس بتبقى حاسة ان هي خايفة مش مرتاحة. بس مجرد لما بتكبر بتستوعب الموضوع فعلا كان تروما. بس وهي صغيرة هي فعلا ما بتبقاش مستوعبة ايه اللي بيحصل، هي بس كل اللي هي بتبقى حاسة بيه ان هي خايفة ومش مرتاحة بس، وحاسة ان في حاجة غلط بتحصل هي مش فاهماها حتى. مشاعرها ما اتحركتش، هي مش فاهمة ايه اللي بيحصل. بس مجرد تدريجيا لما بتكبر ومع الوعي للي حصل، والمخ عامة لما بيتعرض لصدمة حتى هو صغير هو بيروح محيها خالص، عشان المخ مش عارف يتعامل معاها. بيعمل دينايل. بالظبط، بيمحيها تماما
بس تدريجيا مع الوقت لما الواحد بيكبر ووعيه بيكبر بتلاقي كأن الذكريات دي بتفلاش في مخك فجأة، فبتلاقي نفسك كأنك في حالة شوك كده اللي هو لا. لا بس انت كمان يعني انتوا جيل شخصيته قويه وانت شخصيتك قويه، فانت قادره تقولي انا لو حتى تعرضت لده قبل كده انا عندي وعي ان انا حصل وبتواجهيه جه مع وبتعديه. الوقت، يعني انا لما الشوك دي كانت حصلت لي وانا في اعدادي. ساعتها انا كنتش عارفه اتعامل تماما، كنت بس حاسه فعلا بصدمه. طب وفضلت اللي هو متنحه فتره اللي هو مش عايزه اتكلم مع حد هل حد كنت تعرفيه ولا ما تعرفيهوش؟ كانت كذا مره من ده على ده، يعني تمام. كانت حاجات مختلفه، بس كانت فعلا كان الموضوع كان شوك قوي، اللي هو انا فضلت فتره مش مستوعبه. وبيبقى صعب تحكي لحد. وكنت صغيره كمان، كنت بروح احكي لاختي بس بعد اختك صغيره فتره. برضه. ما اختي كان يا اختك دوبك اكبر صغيره. مني ب4 سنين. فكنت بحكي لها، كان الموضوع بحكي لها بعد ما انا اوريدي ببدا شويه اتعافى من الموضوع، مش اول ما بتصدم. لما بيحصل ده من شخص انت عارفاه بتعملي ايه بعد كده؟ بتجنبه، ما بحسش ان انا عندي حل تاني غير ان انا اتجنب. وهل بتنجحي في ده ولا هو علشان بدأ يعمل ده فبيحاول يبقى وراكي دايما؟ اغلب يعني في الطبيعي انا حظي حلو وبنجح، الحمد بس لله. انا اعرف ناس تانية كان الموضوع بيبقى لا مفر منه، بيبقى حد مثلا من اهلها في البيت او حد من قرايبها حواليها طول الوقت، فما هبيبقى بيبقاش ليها مفر، بتبقى صعبة قوي. ده في السن الصغير. ده في سن صغير، واكلي لو حد من الاهل بتبقى ملهاش مفر خالص. لان يعني هقول لك حته كده، هي علميا احنا يعني متربيين ان الكبير ما بيغلطش، ده حقيقي. فلما الكبير يعمل ده هي بيجي لها شوك وبتحط اللوم على نفسها. ده وده اللي حقيقي. كنت عايزه اكمله. انت شخصيتك قويه، فبوعيك لما كبرتي عرفتي تقولي مين غلطان. المشكله الاكبر ان معظم اللي بيتعرضوا لده ده بيعمل عندهم احساس من اتنين. واحد، يا اما احساس بالذنب، انا عملت ايه عشان يعمل لي كده، لان هو كبير فهو بيغلطش، ده يعني ده حقيقي. الفكر. يا اما استغفر الله العظيم، بيبداوا ايمانهم يقل، يضعف. لان السؤال التاني طب انا ليه حصل فيا كده، فيبقى يعني صح. انت بتقولي السن الصغير ده تعني بيه سن كام يا رب؟ السن الصغير ده اعني بيه سن اللي هو بتبقى الذاكره يا دوبك لسه بادئه تتكون. اللي هو 6 7 8. بالظبط، اللي ما فوق بقى. اوكي. فهنا يا دوبك اللي هو الواحد ابتدى بس ان هو يوعى على اللي حواليه، فبيلاقي حاجات هل ده سيئه. ممكن يوصل، يعني انا يعني عارفه الاجابه، بس عايزه اعرف في وسط اصحابك او اللي كده، هل منهم حد ده عمل له تروما انه مش عايز يبقى له علاقه مع حد، يعني مش عايزه ترتبط براجل او ترتبط بحد في المستقبل؟ ما بتبقاش على ناحيه الارتباط على قد ما بتبقى من ناحيه التاتشنج عامه، الفيزيكال تاتشنج بيوتر.